السلام عليكم متابعينا الأعزاء. الأمير أحمد بن عبد العزيز يصدر قرارا تاريخي يقضي بإزاحة الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد وعزله من منصبه بشكل رسمي. لكن قبل البداية لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. نشر مصدر سعودي موثق تفاصيل دعوة أطلقها الأمير أحمد بن عبد العزيز فور وصوله للعاصمة السعودية الرياض في الزيارة التي تهدف لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين والأمير أحمد ومحمد بن سلمان بترتيب أمريكي. وقال المصدر السعودي الموثق أن الأمير أحمد بن عبد العزيز دعا لاجتماع عاجل لهيئة البيعة السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، ذلك من أجل بحث عدد من المواضيع المهمة والخاصة بمستقبل المملكة خلال السنوات المقبلة. وأوضح المصدر السعودي الموثق أنه من المتوقع أن يتم إصدار قرار تاريخي يقضي بإزاحة الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد وعزله من منصبه بشكل رسمي، ذلك عبر الضغط على هيئة كبار العلماء من أجل إصدار فتوى بهذا الشأن. وبين المصدر السعودي الموثق الأمير أحمد بن عبد العزيز وبعد الاتفاق مع هيئة البيعة سيعمل على الضغط على هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى تؤكد عدم أهلية الملك سلمان لإدارة شؤون الحكم بسبب مرضه الشديد وإصابته بأمراض خطيرة لها علاقة بتقدمه في العمر والشيخوخة، علاوة على إصابته بمرض الزهايمر. وأشار المصدر السعودي الموثق أنه من المتوقع أن يتم بعد ذلك تنصيب الأمير أحمد شقيق الملك سلمان ملكا جديدا على السعودية، بحيث سيصدر الأمير أحمد قرارا بعزل محمد بن سلمان من منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية وتعيين وليا جديدا للعهد، ومن المرجح أن يكون ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. وبين المصدر السعودي الموثق أن الأمير أحمد سيناقش مع المسؤولين السعوديين ضرورة الوقف الفوري لخطوات محمد بن سلمان بشأن التقارب مع الكيان المحتل وقرب إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين. وقبل شهرين كشفت مصادر سعودية عن تردي الحالة الصحية للأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان المعتقل في سجون النظام الذي يقوده فعليا الأمير محمد بن سلمان المتهم بقمع حقوق الإنسان في المملكة. وقال حساب رجل دولة الشهير في تغريدة على موقع تويتر: سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز يعاني من وعكة صحية شديدة نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وعدم إعطائه الأدوية في الأوقات المحددة. يشار إلى أنه في مارس عام 2020 اعتقلت السلطات السعودية 3 أفراد من العائلة المالكة بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز لاتهامهم بتدبير انقلاب بهدف إطاحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد. واعتقل الحرس الملكي شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز وابن شقيق الملك ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، بالإضافة إلى شقيقه نواف بن نايف، واتهامهما بتدبير انقلاب لإطاحة بولي العهد والأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف اللذان سبق ترأسا كلاهما وزارة الداخلية، اعتقلا لعدم ولائهما لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جاء اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز صادما بشكل كبير نظرا لمكانته البارزة في العائلة الملكية، رغم أنه كان معروف بمواقفه المعارضة لولي العهد، وكان من بين عدد قليل من الأمراء الكبار الذين رفضوا الإعلان عن ولائهم للأمير محمد بن سلمان عام 2017، وحتى أنه وجه انتقادات علنا إلى سياسات المملكة. في مارس الماضي غاب الأمير أحمد بن عبد العزيز عن مراسم تشييع جنازة شقيقته الأميرة جوهرة، وفسر الدكتور عبد الله العودة ابن الداعي المعتقل سلمان العودة في تغريدة على حسابه في تويتر سبب غياب الأمير أحمد بن عبد العزيز قائلا: تغييب للأمير أحمد بن عبد العزيز حتى عن حضور لحظة دفن شقيقته وعن تقديم العزاء. محمد بن سلمان مسكون بالرعب ومهزوم بالجبن والخس، حتى أعمامه وأقاربه وأبناء لحمه ودمه لا يثق فيهم. والأمير أحمد بن عبد العزيز ينتمي إلى الجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة الملكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديري، والذين يطلق عليهم السديرون السبعة والسديرون السبعة.
هم كلا من الملك فهد ووزير الدفاع وولي العهد السابق سلطان وعبد الرحمن، ووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء السابق نايف، ونائب وزير الدفاع السابق تركي، والملك الحالي سلمان، ووزير الداخلية السابق أحمد بن عبد العزيز. وتمت إزاحة الأمير أحمد بن عبد العزيز عن ترتيب العرش مرتين، الأولى عندما قدم الملك الراحل عبد الله عليه أخاه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة إلى جيل الأحفاد متمثلا في الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السابق الذي صار وليا للعهد نحو عامين، ونجله الأمير محمد بن سلمان الذي صار وليا لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه وليا للعهد. هذا ومن المعروف عن الأمير أحمد أنه متدين باعتدال ومنفتح ومشهور بحبه للصحراء والجبال والبحر والصيد. هذا وكشفت أوساط المعارضة السعودية عن حقائق صادمة بشأن شخصية ولي العهد محمد بن سلمان وحالته النفسية المريضة. ووفق حساب مجتهد الشهير فأنه طبقا للأخصائيين النفسيين من مصادر غربية فأن شخصية محمد بن سلمان تمثل نموذجا مثاليا لما يسمى الثالوث المظلم، وهو خلل نفسي يجمع بين ثلاثة اعتلالات في الشخصية هي السيكوباس والنرجسية والميكافيلية، ورابعها هي السادية، فيحق تسميته بالرباعي المظلم. والمتصف بالسكوب فيه لا يحمل تعاطفا ولا رحمة ولا يعرف معنى الندم، يندفع في قراراته وتصرفاته بطريقة لا يدرك فيها تبعات ما يفعل. هذا ليس شجاعة بل هو تهور مبني على سوء التقدير. عادة ما يكون السيكوباس جبناء لكنهم يخافون فقط من الخطر الشديد ولا يدركون الخطر بعيد المدى. المتصف بالنرجسية يعاني من الشعور بالعظمة وأنه أفضل من كل الناس، يغضب من أي انتقاد ويتوقع من الجميع مدح قدراته، ويقوم الناس بقدر ما ينظرون إليه، ويقوم الأحداث والأشياء بقدر ما تؤثر على سمعته. المتصف بالميكفيليه لا يرى إلا مصلحته الشخصية ولا يكترث بمصالح الآخرين، لا يفكر بدوافع أخلاقية حتى لو اتجاه أقرب الناس إليه أبناء أو والدين أو زوجة أو إخوان أو أخوات، يقيس الناس والأحداث والأشياء بقدر ما يؤثرون في مصلحته الشخصية. أما المتصف بالسادية وهي العلة الرابعة التي تحوله إلى الرباعي المظلم، والمصابون بهذا الثالوث معروفون بشخصيتهم التدميرية والإجرام إذ كانوا أشخاصا عاديين. أما إذا كانوا من أهل المسؤولية فضررها يزداد بشكل خطير، لأنهم ليس عندهم تردد في استخدام أي سلطة ونفوذ أو مال لترجمة العلل التي يعانون منها. يصل الخطر إلى الحد الأقصى إذ كان المصاب بهذا الثالوث أو الرباعي حاكما بيده كل السلطة وكل المال، لأن الضحية حينئذ لن يكون أسرة أو صديق أو جار أو مجموعة موظفين، بل هو الضحية الشعب والوطن. وكل المقربون من محمد بن سلمان يؤكدون اجتماع كل هذه الصفات فيه، فهو نرجسي يشعر بالعظمة ويقيس الآخرين تبعا لذلك، وهو سيكوباس خالي من الرحمة والعطف والندم ومندفع بلا حساب، وهو ميكافيلي لا يرى إلا مصلحته الشخصية، وهو سادي يتمتع بأذى الآخرين. أما مزاج محمد بن سلمان فأنه نابع من شخصيته الثلاثي أو الرباعي، فأنه يتغير تبعا لتلك الشخصية إلى عدة حالات. الحالة الأولى أمام الكاميرات وهي ناعم البشاشة والابتسام والأريح، سواء كان مع مسؤولين خارجيين أو اجتماعات متلفزة أو مقابلات تلفزيونية. هذا التمثيل والكذب وتقمص الشخصية الأريحية البشوشة عندما تحيل لها الحاجة. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.